هناك ملكا للغابة، وهناك بلطجيا لها. بلطجي وزعيم عصابة لا يهاب أحد، لا يهاب الأسود المتوحشة، ولا النمور والفهود السريعة الخارقة، ولا الثعابين بسمومها القاتلة الفتاكة، ولا الفيلة بأحجامها العملاقة، ولا الضباع المفترسة القاتلة الجائعة، بوزن أقل من وزن رأس الأسد، وطولا لا يتجاوز طول قدم النمر. أصبح هذا الحيوان الصغير أشجع حيوان في عالم الغابة التي لا ترحم أحدا، بل أصبح هو الذي لا يرحم أحد، حتى أشرس وأخطر المفترسين قد ضاقوا بما يفعله هذا الحيوان المرعب. إنه غرير العسل، زعيم زعماء عصابات الغابة. غرير العسل هو حيوان من فصيلة العرسيات، أو ما يقال عليه العرسة، يعيش في غابات إفريقيا وبعض دول آسيا كالسعودية والعراق، ويدعى هناك بعدة أسماء مختلفة كالدرنبول أو الجربوع. هذا الحيوان لم يدافع أبدا عن نفسه في حياته، فخطته في عالم المفترسين المرعب هذا أن يصبح هو المعتدي والمهاجم، فلن يجلس وينتظر أن يهاجمه حيوان مفترس آخر، فالحياة علمته أننا نعيش في عالم الوحوش، وليعيش يجب أن يصبح وحشا يهاجم فيخافه أشرس المفترسين، وهو يسيطر على قطعة كبيرة من الأرض، وأي حيوان يجرؤ أن يقتحم وينتهك منطقته يهاجمه على الفور مهما كان شكله وحجمه ونوعه. هذا الحيوان الفريد ميزه الله بصفات خارقة مميزة، حيث أن جلده سميك للغاية، بل أنه يفرز مادة مخاطية سميكة تتجلط فتحميه من أي هجوم مهما كان، بالإضافة أن جلده فضفاض ولزج جدا، وبسبب طبيعة جلده الغريبة الخارقة جعلته يستطيع لف جسمه بشكل عجيب حينما يعض حيوان مفترس آخر، فيتفاجأ الحيوان وهو يعضه من الخلف بأنه يلتف بشكل مرعب وغريب ويقوم بعض المفترس من وجهه. نعم، كما نقول لك، بل أن لديه مخالبا حادة طويلة مخيفة جدا تشبه تماما السكاكين القاطعة الحادة، وهي السكاكين القاتلة المرعبة، وقد تحدث أضرارا رهيبة لأي حيوان بما فيهم الأسود المتوحشة، فيمكن ذبح أسد ضخما بها. هذا الحيوان المرعب لا يتجاوز وزنه وزن طفل صغير يصل 12 كيلوغرام، وطوله لا يتجاوز 80 سنتيمتر. يعشق غرير العسل، وهو واضح من اسمه العسل، فهو الكابوس المرعب لأعشاش وخلايا النحل الخطيرة الضخمة، والتي لا يجرؤ أي حيوان على الاقتراب منها حتى، فهو قادر على أن يقتحم أي خلية مهما كان حجمها، فجلده السميك والمادة المخاطية الخارقة التي يفرزها تعمل كبدلة مضادة للرصاص وللدغات النحل القاتلة، فحتى لو تعرض لأكثر من 1000 لدغة فلن يشعر بأي شيء، وكأن شيئا لم يكن. ولكن العسل بالنسبة له ليس وجبته الرئيسية، بل أنه يأكلها للتحلية، فمن الواضح أنها عادة متوارثة جينيا عن أجداده الذين أحبوا العسل وعشقوه، ولكنه حيوان في الحقيقة مفترس حقيقي. هذه الأسنان التي تعمل كقطاعات ومناشير للحوم تأكل اللحوم، فهو يأكل الطيور والضفادع والأسماك والقوارض والثعابين والزواحف، حتى أنه يترصد صغار الفهود ويقوم باختطافها أمام أمها ويهرب بها لجحره، ويقتل الفاد ويأكله. حتى السلاحف بصدفتها الخارقة يقوم بسحبها من داخل صدفتها بمخالبه الحادة وتمزيقها وأكلها، بل أنه يأكل الثعابين السامة، ومهما لدغته الثعابين لا يؤثر فيه السم أبدا. حتى الكوبرا والأفعى المجلجلة ودعهم على قائمة طعامه. حتى العقارب شديدة السمية والضفادع السامة أخذ يأكلها بشراهة، ومهما تم لسعه من هذه الأفاعي والعقارب ولو تسربت إليه بعض السموم فدماؤه أصبحت قادرة على تحييد السموم والقضاء عليها، وذلك بفضل تغذيه على الكائنات السامة منذ الصغر. ليس هذا فقط، فقد اشتهر بأنه أشهر سارق في الغابة كلها، فهو مرعب وجريء جدا،
فاشتهر بسرقة الطعام من أشرس وحوش الغابة، فهو دائما ما يسرق من الأسود والفهود والنمور طعامهم، لا يسرقه من ورائهم بعد انتهائهم من الطعام، بل إنه يقترب وجها لوجه بينما يأكلون ويسرق الطعام أمام أعينهم، بل إنه يأكل أمامهم بعد سرقته ولا يأخذه لجحره في تحد مرعب ومخيف. وما يفعله الأسود صادم، فالأسود تقف وتشاهد خائفة أن تقترب منه حتى لا يمزقها بمخالبه وأسنانه الحادة، فهم يعرفون ماذا سيحدث. فحينما يقاتل غرير العسل الحيوانات الضخمة يفعل شيئا صادما، فهو يستهدف أعضاءهم التناسلية الحساسة ويقوم بتمزيقها، لذلك يتجنبه أي مفترس، لأنه يعرف أن بحجمه الضخم وأسنانه الحادة وفكه الكبير سيخسر خسارة فادحة أمام غرير العسل الصغير. ولكن هذا الحيوان المرعب لديه صديق واحد، وهو صديق لن تتخيلوه، هو طائر صغير جدا يسمى بدليل المناحل، طائر يتغذى على العسل والنحل، وبينه وبين غرير النحل شراكة أبدية ستصيبك بالذهول. فهذا الطائر يطير ويبحث من الأعلى عن خليات النحل المليئة بالعسل، ومن ثم يصرخ بصوت عال ويشير على خلية النحل لصديقه غرير العسل، فيأتي غرير العسل ويدمر الخلية ويقضي على النحل، ومن ثم يترك لصديقه وشريكه الطائر الصغير نصيبه من العسل الصافي والنحل الميت. فإذا صادفت يوما هذا الكائن الغريب فيفضل أن تذهب بعيدا إلا إن كنت تحمل له العسل، فسبحان الله